السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيك في فيديو جديد من السمر كورس بتاعنا، مكملين في موضوع الهيلبنج فيربس، وان شاء الله اخر نوع معانا اللي هو الموديل فيربس، يعني ايه؟ الافعال الناقصة. ركز بقى معايا، تفاصيل كتير قوي في الموديل فيربس، عايز ايه نظبطها مع بعض. فبسم الله الرحمن الرحيم. الموديل فيربس يعني ايه؟ افعال ناقصة. افعال ناقصة. بسم الله. سبق وقلنا في الكورس بتاعنا ليه اتسمت في افعال ناقصه، ليه اتسمت افعال ناقصه، ليه اتسمت افعال ناقصه. واحده واحده نقسم العنوان اتنين، اهو بص، تفصيله واحده واحده. افعال ناقصه، افعال هو فعل وليس فاعل وليس مفعول، يبقى ده ايه؟ فعل اللي هو بيجي نمبر كام؟ نمبر 2 في تركيب الجمله. طب ناقصه، افعال ناقصه، فعل ناقص، فعل ناقص، فعل ناقص، يعني محتاج فعل تاني عشان يتمم معناه. ازاي؟ يلا بينا بسم الله. اديك مثال، انا اقول مثلا هي، وخدت مثلا الفعل الناقص كان نقط فوتبول. هي كان نقط فوتبول. ترجم الجمله دي، ترجم لي الجمله دي، ترجم الجمله دي. هي كان نقط فوتبول. هو يستطيع كرة قدم. هو يستطيع كرة قدم. هل المعنى اكتمل؟ لا. هل الفعل ده لمعنى الجملة؟ لا. قال لك لازم تجيب فعل تاني، لازم تجيب فعل تاني عشان تتمم معنى الجملة. مثلا احنا بنعمل ايه في كرة القدم؟ بنلعب كرة قدم، فاقول الفعل ايه؟ بلاي. واحدة واحدة. الفعل الناقص، واحدة واحدة. ترجم الجملة دي من غير فعل بلاي. هي كان نوت فوتبول. هو يستطيع كرة قدم؟ لا. هي كان بلاي فوتبول. هو يستطيع يلعب كرة قدم. تمام، هذا المعنى. يعني الأفعال الناقصة هي ناقصة في المعنى بس بتبني نفسها بنفسها. ازاي ناقصة في المعنى؟ يعني لما حطيت كان وشلت الفعل بلاي، هي كان نوت فوتبول، هل المعنى اكتمل؟ لا. فلما حطيت فعل تاني تمم لي معنى الجملة، يبقى اسمها هو فعل ناقص عشان هي ناقصة في المعنى. ليه اتسمت أفعال ناقصة؟ ليه اتسمت أفعال ناقصة؟ عشان هي ناقصة في المعنى، محتاجة فعل يساعدها عشان يتمم معنى الجملة. طب هي بتبني نفسها بنفسها في السؤال والنفي ازاي؟ في السؤال والنفي ازاي؟ في النفي، في النفي أحط الكلمة كان نوت بس، تبقى إيه؟ كانت. ولا اجيب دونت ولا دازنت ولا didn't في الفعل دو زي ما خدنا، زي ما خدنا. يبقى بتبني نفسها بنفسها بالنفي. طب في السؤال، لما مثلا عايز ابني سؤال مثلا يس، هي كان اديني سؤال، فاروح حازف يس واجيب واعمل مقص كان هي بلاي فوتبول واكمل معنى الجمله. كان هنا كان اللي هو الفعل الناقص بمعنى ايه؟ هل؟ سؤال بيس او نو. هنا لما جيت بنيت السؤال، حطيت كان اللي هو الفعل الناقص في بدايه السؤال، يعني بنيت السؤال بالفعل الناقص. عرفت تسمي الافعال الناقصه ليه؟ افعال ناقصه. افعال ناقصه في المعنى. ناقصه في المعنى ازاي؟ محتاجه فعل تاني يتمم معنى الجمله، واخدنا المثال. طيب بتبني نفسها بنفسها ازاي؟ في السؤال والنفي. النفي حطيت كلمه نوت بس. طب في السؤال، اما حطيت السؤال بهل، طلعت الفعل الناقص اللي في الجمله عندي، بدات بيه السؤال. وصلت. ده اول درس انا شرحته على اليوتيوب، لو عملت اول فيديو هتلاقيني شارح الافعال الناقصه بنفس المعنى. ليه؟ عشان بيتلخبط الطلب. طب هما ايه بقى الافعال الناقصه؟ هما ايه؟ يلا بينا. يبقى احنا كده اول حاجه خدنا التعريف وليه اتسمت افعال ناقصه. باخدك واحده واحده، ستيب باي ستيب. تمام؟ يلا بينا. اول فعل اسمه كان، تاني فعل اسمه will، تالت فعل اسمه shall، رابع فعل اسمه may، خامس فعل اسمه must. لا تحت. الماضي من كلمة، من الفعل كان could، الماضي من الفعل will would، الماضي من كلمة shall should بتاعت النصيحة، may الماضي منها might بتاعت الاحتمالية. طب must الماضي منها ايه؟ ملهاش ماضي. must الماضي بتاعها في الضرورة والإلزام كلمة اسمها had to.
خلي بالك عشان في ناس هتخش تعلق لي تقول لي الماضي من مصر مش كلمه هاد تو. لا انا بقول لك في الالزام كلمه مصر بتدل على الالزام والضروره، في الالزام والضروره في المضارع، اما كلمه هاد تو دي بتدل على الالزام والضروره بس في الماضي. ما هو ده ماضي، ده بريزنت وده باست، ده مضارع وده ماضي. تاني الفعل كان معناه يستطيع، الماضي منه could، will بتاعت الفيوتشر يعني معناها سوف، الماضي منها would، shall بتاعت النصيحه الماضي منها should. بعد ما خدناهم بقى يا معلم ناخد بقى الاستخدامات بتاعتهم، نركز بقى واحده واحده. ده الشق الثاني او الجزء الثاني من المحاضره بتاعت الموديل فيربس. ركز بقى معايا. بسم الله. انا كاتب لك الفعل الناقص باللون ايه الازرق اهو، باللون الازرق، باللون الازرق. نركز بقى، نركز. بسم الله. He may visit us on Friday. I'm not sure. You may visit us on Friday. I'm not sure. كلمة may، كلمة may، كلمة may دي تدل على الاحتمالية، تدل على الاحتمالية. يعني هو الشخص ده ممكن يجي وممكن ما يجيش، يعني ممكن يجي وممكن ما يجيش. بص he may visit us on Friday. I'm not sure. بص I'm not sure، انا مش متأكد. هو ممكن يجي وممكن ما يجيش، احتمال اللي هو يجي واحتمال هو ما يجيش، يبقى كلمة may تدل عليه الاحتمالية. You should avoid bad habits. should تدل على ايه؟ النصيحة. شطار، تدل ايه؟ على النصيحة. يجب عليك ان ايه؟ ان انت تتجنب ايه؟ العادات السيئة. طيب you mustn't make noise inside the classroom. You mustn't make noisy inside the classroom. mustn't تدل على ايه؟ تدل على التحريم. لفظ هتسمعه كتير ومش هتفهمه. تدل على التحريم يعني ان انت محرم ان انت تعمل الحاجه دي، يعني انت ما تعملش الحاجه دي. قواعد ان انت ما تعملش الحاجه دي. يعني بص you mustn't make noise inside the classroom. انت يجب عليك ان انت تعمل ضوضاء في، يعني صوت يعني مشغب في الفصل. لا ما ينفعش ان انت على ايه؟ تدل على التحريم اللي هو ما تعملش حاجه ابدا. احمد could win the gold medal. could تدل على ايه؟ على القدره، على ايه؟ القدره. احمد could win the gold medal. احمد اخر اكزامبل سمير will visit us tomorrow. will الفعل will يدل عليه على المستقبل. ليه؟ جاب لي كلمه tomorrow. والويل فعل will بمعنى ايه؟ سوف. سمير سوف يزورنا بكره تدل على الفيوتشر، على المستقبل. طب ايه الفرق من دي ودي؟ دي تدل على الاحتماليه، هو ممكن يجي وممكن ما يجيش، اما دي هو هيزورنا بكره. سمير هيزورنا بكره، اما دي ممكن ما يزورناش. I'm not sure، هو ممكن يجي وممكن ما يجيش. تمام؟ يبقى نراجع تاني. كلمه may تدل على الاحتماليه، may ومايند الماضي والمضارع. طيب should تدل على نصيحه كلنا عارفين. mustn't تدل على التحريم، يعني التحريم اللي انت ما تعملش الحاجه دي ابدا، تتبع مثلا ايه القواعد. طيب احمد الكود. طب كود تدل عليه على القدره. طب ويل تدل عليه على المستقبل اللي هو ايه الفيوتشر. يبقى انت كده خدت الموديل فيربس، عرفت هم ايه، عرفت هي اتسمت ليه، وعرفت الاستخدامات بتاعتها. اول حاجه عرفت موديل فيربس، تاني حاجه عرفت اللي اتسمت افعال ناقصه، تالت حاجه خدت استخدامات بتاعت الموديل فيربس. ده كده كبدايه ان انت تعرف الموديل فيربس. تمام. نخش بقى على تاني جزء من المراجعه بتاعتنا. تمام. استنى بقى فيديو جاي جديد